منصور بن عمار كان مستجاب الدعوة. كان يوجد رجل يجلس في الليل مع أصحابه يشرب الخمر، وكان له خادم غلام. أرسل هذا الخادم، أعطاه 4 دراهم، وقال لهذا الغلام اذهب اشتري لنا فواكه كذا، قصده يسمرون في الليل يأكلون هذه مع الخمر. مر هذا الغلام بمجلس سيدنا منصور ووجد سيدنا منصور يعظ، ومنصور هذا عندما يعظ يأخذ القلوب كما قلنا، فاستمع إليه. جاءه فقير إلى سيدنا منصور وطلب منه صدقة، ما عنده ويعظ الناس لكن فقير. فقال سيدنا منصور بن عمار: من يعطي هذا الفقير 4 دراهم وأدعو له ب4 دعوات؟ هذا الغلام شايل 4 دراهم، تحرك قلبه وإيمانه، أعطى 4 دراهم لهذا الفقير. قال: الآن بماذا أدعو لك؟ قال: تدعو لي بأن أنا عبد لسيدي، تدعو بأن يعتقني سيدي أصير حر. قال: هذه الأولى. هات الثانية. قالوا: بأن الله يرزقني 4 دراهم بدل هذه 4 التي أعطيتها لهذا الفقير. قالوا: هذه الثانية. هات الثالثة. قال: دعا له بالأولى وبالثانية. قال: هات الثالثة. قال: الثالثة بأن يتوب الله على سيدي، يرزق التوبة، يتوب الله على سيدي ويتوب علي. فدعا له بالتوبة. قال: هات الرابعة. قال: بأن يغفر الله لسيدي ولي ولك وللقوم. فدعا له، ثم رجع إلى سيده فسأله سيده: ما الذي أبطأك عنا؟ تأخر وما معه شيء، لا الفلوس معه ولا الذي طلب أن يشتريه معه. فحكى له القصة. قال: فبماذا دعا لك منصور؟ قال: دعا الدعوة الأولى بأن يعتقني. قال: أنت حر. والثانية قال: بأن يعوضني الله 4 دراهم. قال: ولك من مالي 4000 درهم. قال: والثالثة قال: بأن يتوب عليك وعلي. قال: اللهم إني أتوب إليك. قال: الرابعة قال: بأن يغفر الله لك ولي. قال: أما هذه فليست لي، أما أمر المغفرة ليست لي، بيد الله. فنام تلك الليلة. الله أكبر، الله أكبر. فقال الله له في الرؤيا كأنه هاتف يسمع: فعلت الذي عليك، الأولى والثانية والثالثة، أفلا أفعل الذي علي؟ فقد غفرت لك وللغلام ولمنصور وللقوم.